دفع قد ايه، ومش بس دفع قد ايه كمان، ده عشان مثلا ما يقومش جامد جدا، او عشان مثلا ما يتحركش حركات غريبه او وعلشان كده انتوا لما بتشوفوا اصلا الروبوتات اللي بتتحرك بتبقى حركتها يعني معوقه جدا، فهو بيقعد يعمل كده كده مثلا. يعني فاهمين الفكره؟ هو بيعمل كده ليه؟ علشان الحته اللي انا بكلمك فيها دي. ومش بس كده، ده كل ده بس علشان يقوم من مكانه. تخيل بقى يتحرك، وبعد ما يتحرك مش بقول له مثلا افتح الباب، لا ده انا بقول له روح اعمل ايدك مثلا بالحركه الفلانيه، اعمل كذا واتحرك وافتح الباب. تمام؟ فكل ده بس علشان ابرمج حركه معينه واحده وثابته. تخيل معايا بقى لو عايزه مثلا زي الانسان مثلا بيوصل طلبات او بيعمل حاجه زي كده، موضوع معقد بطريقه لا تتخيل. فايده القصه دي ايه؟ انه ببساطه الذكاء الاصطناعي طلع بقى في انواع منه يعني طبعا كتير، ولكن النوع ده عشان نوضح الفكره بس، طلع بقى ايه؟ بيفكر لوحده. يعني ايه بيفكر لوحده؟ يعني بقول له مثلا انا عايز افتح الباب، وانت روح اتعلم مع نفسك زي الطفل الصغير يعني ايه تفتح الباب. فمثلا انت محتاج تقف، فروح اتعلم مع نفسك ازاي تقف. فيقعد يجرب ويغلط يجرب ويغلط، بس الاف وملايين المحاولات لحد ما فعلا